وصفوه بالمحامي الصلب الذي يدافع بشجاعة والمساهم المتميز في الاستخدامات السلمية للتقنية النووية. هو مهدي نوبل الرابعة لمصر الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولد البرادعي في حي الدقي بالجيزة في 17 من يونيو عام 42. والده هو المحامي مصطفى البرادعي نقيب المحامين الأسبق. تخرج الدكتور البرادعي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 62 حاملا درجة ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك عام 74. بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي المصري عام 64، حيث خدم في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي بعثتها الدائمة بجنيف، وكان مسؤولا عن القضايا السياسية والقانونية وقضايا الحد من التسلح. وخلال تلك الفترة شارك البرادعي في أنشطة هيئات دولية وإقليمية كثيرة، منها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان. في الفترة من عام 74 إلى عام 78 عمل البرادعي مساعدا خاصا لوزير خارجية مصر، وخلال تلك الفترة كان البرادعي عضوا في وفود ثنائية رئاسية وأسرية شتى، فقد كان عضوا في الفريق المفاوض الذي أسفر عمله عن عقد اتفاقات فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل. وفي عام 80 ترك البرادعي السلك الدبلوماسي والتحق بالأمم المتحدة ليصبح زميلا رفيعا بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ومسؤولا عن برنامج القانون الدولي. وفيما بين عامي 81 و 87 عمل أيضا كأستاذ غير متفرغ للقانون الدولي في كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك. التحق الدكتور البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 84، حيث شغل عدة مناصب رفيعة بأمانة الوكالة، بما في ذلك المستشار القانوني ثم مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية. وقد عين في منصبه كمديرا عاما للوكالة اعتبارا من الأول من ديسمبر عام 97، ثم أعيد تعيينه لفترة ثالثة في سبتمبر عام 2005. وخلال حياته المهنية كدبلوماسي وموظف دولي وأكاديمي أصبح الدكتور البرادعي على دراية وثيقة بعمل وفعاليات المنظمات الدولية، لا سيما في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية. وفي أكتوبر عام 2005 حصل البرادعي والوكالة مناصفة على جائزة نوبل للسلام إزاء جهودهما الرامية إلى الحيلولة دون استخدام الطاقة النووية في أغراض عسكرية وإلى كفالة استخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية بأكثر السبل أمانا. كما حصل الدكتور البرادعي على جوائز عديدة أخرى تقديرا لعمله كمسؤول عام مرموق وكمدافع عن قيم التسامح والإنسانية، منها الجائزة الدولية للحريات الأربعة من معهد روزفلت ومفاتيح مدينة باري وفلورنسا بإيطاليا. كما حصل أيضا على الدكتورات الفخرية من جامعة نيويورك وماريلاند والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة البحر المتوسط في باري وجامعة بوخارست ومدريد وفلورنسا وبيونس آيرس. كما حصل أيضا على عدد من الأوسمة الرفيعة، منها قلادة النيل الكبرى وهي أرفع وسام مدني مصري. هو رجل يستحيل اختصاره في كلمات، فثقله العلمي ومكانته الدولية المرموقة تجعله من الشخصيات التي ينحني لها التاريخ عرفانا وتقديرا. The presence of international inspectors in Iraq today continues to serve as an effective deterrence to an insurance against resumption of programs to develop weapons of mass destruction, even as we continue to look for possible past activities. Mr. President, to conclude, we have to date found no evidence that Iraq has revived its nuclear weapon program since the elimination of the program in the 1990s.
في اتهامات للدكتور محمد ان هو يحمل جنسيه غير الجنسيه المصريه، وان هو ليس على درايه بالوضع المصري عشان قاعد بره. الدكتور محمد يقول ايه للكلام ده؟ انا مصري، ما عنديش غير الجنسيه المصريه. اشتغلت 20 سنه في الخارجيه المصريه في فتره من ادق فترات تاريخ مصر السياسي. اشتغلت كسياسي واستاذ قانون في 30 سنه. تعاملت مع اكثر من 70 رئيس دوله. يعني اذا كان حد اشتغل في السياسه اكثر يمكن قلائل، واشتغلت في مشكلتين من اعقد المشاكل في العالم، العراق وايران. فسياسه داخليه، سياسه خارجيه، معرفتي بالمصري في الداخل وفي الخارج، كل ده متواجد. انما يعني انا ما احبش اتكلم عن نفسي. اللي انا بقوله ان انا مصري من زي ما بتقولوا انتوا حتى النخاع.